تاريخنا مليان قصص عظيمة لشخصيات بتلهمنا كلنا. بس قصة النهاردة لا، دي مختلفة. دي عن راجل مش بس الناس اللي حبوه وقدروه، دي السما نفسها. السما احتفلت بيه. قصتنا النهاردة عن الرجل الذي اهتز له العرش. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول. السؤال اللي بيطرح نفسه واللي هو عنوان حلقتنا النهاردة: مين هو الصحابي ده؟ مين الشخص اللي لما مات عرش الرحمن نفسه اتهز؟ عشان نعرف الإجابة لازم نرجع بالزمن لورا ونروح للمدينة المنورة قبل الهجرة. بطل القصة بتاعتنا هو سيدنا سعد بن معاذ. وقبل ما نحكي ازاي دخل الإسلام، مهم قوي نعرف هو كان مين أصلا، يعني ايه كانت مكانته وسط أهله وقبيلته. سعد بن معاذ يا جماعة ما كانش أي حد في المدينة، ده كان سيد قبيلة الأوس، واحد من أكبر قبيلتين هناك، وكان زعيم بني عبد الأشهل تحديداً. يعني كان قائد بكل معنى الكلمة، كلمته مسموعة والكل بيعملوا ألف حساب، مش بس عشان قوته، لأ عشان حكمته وصدقه. والمكانة الكبيرة دي بالذات هي اللي هتخلي قصة إسلامه وقصة وفاته بعد كده حاجة تغير شكل التاريخ. وهنا بقى بنوصل للحظة الفارقة، اليوم اللي غير كل حاجة، مش بس في حياة سعد، لأ، في تاريخ المدينة كلها. اليوم اللي النور دخل في قلبه. الحكاية بدأت إزاي؟ بص، مصعب بن عمير أول سفير للإسلام وصل للمدينة. طبعا الخبر وصل لسعد بصفته سيد قومه، فراح له وهو غضبان جدا عشان يطرده. بس شوفوا حكمة مصعب، قالوا بهدوء كده: طب ما تقعد تسمع الأول، لو الكلام عجبك أهلا وسهلا، لو ما عجبكش أنا همشي خالص ومش هتشوف وش تاني. موقف منطقي جدا. سعد قبل التحدي وقعد يسمع، وأول ما مصعب قرأ عليه القرآن وجه سعد نور، اتحول تماما، وفي نفس اللحظة دي أسلم. بس الموضوع ما وقفش عند كده. إسلام سعد ما كانش إسلام فردي اللي هو خلاص أنا أسلمت وشكرا، لا، ده راجل قائد. فمسك حربته ورجع لقبيلته بني عبد الأشهل ووقف وسطهم وقال جملة، يعني جملة تاريخية بكل المقاييس: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. تخيلوا معايا قوة الكلمة دي وتأثيرها، عشان هم واثقين فيه، واثقين في صدقه وفي حكمته وفي مكانته بينهم. على آخر اليوم ده مفيش راجل ولا ست واحدة من قبيلته إلا وأعلنوا إسلامهم. قبيلة كاملة، أيوة قبيلة كاملة أسلمت في كام ساعة. كل ده بسبب قرار وإيمان رجل واحد. وزي ما شفنا، إسلام سعد ما كانش مجرد إعلان، لأ، ده كان تحول كامل، بداية لمرحلة جديدة من الولاء اللي ملوش حدود والتضحية اللي من غير حساب. وده بان قوي في مواقف جاية كتير، يمكن أهمها اللي حصل قبل معركة بدر. طيب إيه اللي حصل قبل بدر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة عشان ياخد رأيهم، بس هو كان عايز يسمع رأي الأنصار تحديداً، الأنصار اللي هم أهل المدينة. ليه؟ لأن البيعة اللي كانت بينهم وبينه كانت على حمايته جوه المدينة مش براها. فكان السؤال اللي في الهوا: هل الأنصار هيخرجوا معاه ويقاتلوا في معركة خارج حدود مدينتهم؟ ده كان اختبار حقيقي ليهم. وهنا وفي اللحظة الحاسمة دي قام سعد بن معاذ وبصفته سيد من سادة الأنصار، وقال كلامه اللي نزل برضه سلام على قلب النبي. قال: يا رسول الله، امضي لما أردت، فوالله الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يعني بيقول له لو هتدخل بنا البحر هنخوضه معاك. ياه على الثقة والولاء. الكلمات دي كانت كفاية قوي عشان تطمن قلب الرسول وتديله اليقين الكامل في وقفة الأنصار معاه. وده مش الموقف الوحيد. في غزوة الخندق لما المدينة كلها كانت محاصرة والوضع كان صعب جدا لدرجة أن النبي فكر يعمل صلح مع قبيلة غطفان ويديهم جزء من تمر المدينة عشان يمشوا ويفكوا الحصار. سعد كان له رأي تاني خالص، وقف وقال جملته الشهيرة: والله لا نعطيهم إلا السيف. دي بقى بتورينا عزة الإيمان والثقة المطلقة في نصر ربنا. وفي نفس الغزوة دي، غزوة الخندق، هتبدأ آخر صفحة في قصة حياة سعد، يمكن أكتر صفحة مؤثرة وموجعة، صفحة فيها دعاء مستجاب وجرح غائر وحكم تاريخي. اللي حصل إن في عز المعركة سعد اتصاب بسهم، سهم قطع شريان رئيسي في دراعه، إصابة قاتلة. وهو بين الحياة والموت دعا ربنا دعوة غريبة ومحددة جدا، قال: يا رب لا تقبض روحي حتى تقر عيني من بني قريظة، اللي هم القبيلة اللي خانت العهد مع المسلمين في أصعب وقت. وسبحان الله، بعد انتهاء الحصار بني قريظة هيستسلموا، وطلبوا إن اللي يحكم فيهم يكون سعد بن معاذ بالذات، لأنه كان حليفهم قبل الإسلام، فكان حكمه فيهم هو قتل المقاتلين وسبي النساء والأطفال. طبعا حكم زي ده صعب وتقيل، لكنه كان حكم ربنا في حالة الخيانة العظمى اللي عملوها. والدليل على كده إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع الحكم بص لسعد وقاله:
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يعني حكمك ده هو نفسه حكم ربنا. وبعد ما ربنا استجاب لدعوة سعد وبعد ما نفذ حكم الله في اللي خانه، جت اللحظة الأخيرة، لحظة النهاية وبداية التكريم السماوي اللي محدش ناله لا قبله ولا بعده. بمجرد ما خلص كلامه ونطق بالحكم، الجرح بتاعه اللي كان بدأ يلم انفجر تاني، وسيدنا سعد بن معاذ استشهد متأثرا بجراحه، وكان عمره وقتها يا جماعة 37 سنة بس. وفي الليلة اللي مات فيها سعد في نص الليل حصلت حاجة عجيبة. سيدنا جبريل عليه السلام نزل مخصوص للنبي وسأله سؤال. جبريل سأل: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ تخيلوا، جبريل نفسه بيسأل. ودي كانت أول علامة سماوية على الحدث الكوني المهيب اللي بيحصل في السماء في اللحظة دي. 70,000. الرقم ده مش أي رقم. 70,000 ملك نزلوا من السماء للأرض مخصوص عشان يشاركوا في جنازة سعد بن معاذ. وبعد كل الأحداث السماوية دي، الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه اللي أكد لأصحابه حجم التكريم الإلهي ده. وهنا قال جملته الخالدة اللي بتلخص القصة كلها: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهو ده التكريم اللي مفيش أعظم منه، وهو ده جواب السؤال اللي بدأنا بيه حلقتنا. وفي الآخر قصة سعد بن معاذ دي بتسيبنا كلنا بنفكر إيه اللي ممكن يخلي حياة إنسان عادية ليها أثر عظيم بالشكل ده؟ إيه درجة الصدق والإخلاص اللي توصل بني آدم للمنزلة دي، لدرجة إن السماوات نفسها تحتفي بيه كده؟ سؤال بجد يستحق مننا كلنا وقفة وتفكير.